قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا، وتأكد انك تكون عامل لايك لان اللايك اكتر حاجة بتساعد ان الفيديو ده ينتشر لاكبر عدد ممكن من الناس، واحنا محتاجين الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. بيبدأ الفيلم مع اتنين صحاب وهما مايك وماركس، وبيكونوا حاليا في العربية وماشيين في طريقهم. نعرف ان مايك وماركس هم ضباط في إدارة مكافحة المخدرات وشطار جدا بالمناسبة في شغلهم، لكنهم في نفس الوقت تافهين جدا جدا لدرجه انهم حاليا بيتخانقوا سوا بسبب ان ماركس كان بياكل وبيوقع اكل في العربيه، وده طبعا مش بيعجب مايك لانها عربيته، فبيضطر مايك يقف على جنب كده وبيفضل يتخانق مع ماركس. في الاثناء دي بقى بيجوا شخصين كده وبيثبتوا مايك وماركس بحيث يسرقوهم، لكن ده ولا بيفرق مع مايك وماركس وبيقدروا يضربوهم وكمان بياخدوا منهم اسلحتهم، وبيبان كده ان مايك وماركس قدراتهم في القتال كبيره جدا. في نفس اليوم ده بالليل بنشوف عصابه كده بقياده شخص اسمه فوشيه. بنعرف ان فوشيه ورجالته حاليا رايحين لاحد مقرات الشرطه بحيث يسرقوا من هناك شحنه مخدرات كبيره جدا متحرزه. المهم ان حاليا بقى كان في واحد من رجاله فوشيه لابس لبس شرطه كتمويه يعني، لكن فوشيه بيكون عنده خطه تانية وحاليا بيضرب الراجل ده وبيقتله وبيرميه بره العربيه خالص. بعدها فوشيه بيتصل بالشرطه وبيعرفهم ان في شرطي اتقتل، فطبعا كل الشرطه في المكان بيروحوا يشوفوا الشرطي ده، فيستغلوا فوشيه ورجالته الموقف وعلى طول بيدخلوا لمقر الشرطه واللي بيكون معاهم مخططات كتير ليه، واضح كده ان في حد بيساعدهم. المهم انهم بيستخدموا المخططات دي وبيقدروا ان هم يدخلوا عن طريق فتحات التهويه اللي في المقر، وبيخدروا الضابط اللي قاعد بيراقب الكاميرات، وبيبداوا بقى يسرقوا المخدرات بكل سهوله وبيمشوا من المكان. تاني يوم كان مايك في البيت عند ماركس، وبنعرف هنا ان ماركس متجوز ومخلف كمان. المهم يعني ان هم قاعدين دلوقتي بتجيلهم مكالمه من رئيسهم وبيطلب منهم ان هم يجوا المقر حالا، فعلى طول بيروحوا للمقر بتاع الشرطه اللي بيشتغلوا فيه عادي جدا، واللي بيكون نفس المقر اللي سرقوه فوشيه ورجالته. هما بيوصلوا لمقر الشرطه بيقابلوا رئيسهم هاورد وكمان اتنين ضباط زمايلهم وهما سانشيز ورويز. بيفضلوا بقى يفكروا كلهم مع بعض ايه اللي ممكن يكون حصل وازاي العصابه دي دخلت سرقت المخدرات ومين العصابه دي اصلا. وقتها بيفكروا الكل ان ممكن اللي عملوا كده رجاله كاريرا، اللي اصلا مايك وماركس كانوا قبضوا على رئيسهم كاريرا قبل كده والمخدرات اللي كانت معاه، بس مع شويه تفكير بيبعدوا خالص عن رجاله كاريرا لانهم اغبياء وما يقدروش خالص يقوموا بمهمه زي دي، وبيكونوا الكل مقتنعين ان اكيد في عصابه تانية هي اللي سرقت، واكيد حد من الشرطه ساعدهم بحيث يدخلوا للمقر ويسرقوا المخدرات دي كلها. في الوحيده بتوصل للمكان اليسون واللي تبقى رئيسه الكل في الشغل هنا بما فيهم هاورد، وبتعرفهم اليسون انها شاكه ان حد من المقر هنا ساعد العصابه ولازم تعرفه. بتسيب الكل وبتمشي. بعد كده بيتكلم هاورد مع رويز وسانشيز وبيطلب منهم ان هم يعرفوا مين اللي عمل نظام التهويه بتاع المقر بحيث يحققوا معاه ويعرفوا هل باع مخططات نظام التهويه لحد ولا ايه. بعدها بيطلب هاورد من مايك وماركس انهم يحاولوا باسرع وقت يعرفوا مين المجرمين قبل ما القضيه تتحول للقوات الفيدراليه، وساعتها يحصل لهم مشاكل كتير. فبيوافقوا الكل على كلامه وبينطلقوا بقى في طريقهم بحيث يبداوا شغل. بعد كده يا صديقي بيروحوا مايك وماركس لشخص كده اسمه جوجو، وده كان شخص كده بيصنع مخدرات زمان لكنه تاب. المهم انهم بيسالوا جوجو لو يعرف حاجه عن العصابات اللي سرقت المخدرات دي، لكن جوجو بينكر انه يعرف اي حاجه، فبيسيبوه وبيمشوا. بعدها بيروحوا الجيم كده بتاع بنت اسمها ماكس، وبيتكلم دلوقتي مايك مع ماكس، وبنعرف من كلامهم كده ان مايك وماكس بيحبوا بعض، وماكس احيانا بتشتغل كمخبره عند مايك وبتساعده. وحاليا بيعرف مايك ماكس كل اللي حصل وبيطلب منها تحاول تعرف مين العصابه اللي سرقوا المخدرات. بتوافق ماكس وبيتفقوا على كده. بعد شويه بيكونوا مايك وماركس في مقر شغلهم، وبيعرفوا دلوقتي من موظفه هناك ان سانشيز ورويز عرفوا ان الشخص اللي عمل نظام التهويه في المقر هو مانويل ارونا، فبالتالي بيروحوا مانويل ارونا ده بيته، لكنهم بيتفاجئوا انه مقتول. وهنا بقى بيتاكدوا ان مانويل ده اشتغل مع العصابه وده مخططات نظام التهويه اللي دخلوا منه المقر، لكن العصابه قتلوه طبعا بحيث ما يبقاش في اي شاهد عليهم. مثلا على الناحيه الثانيه بنشوف ان ماكس بتروح تقابل واحده اسمها لويس فيلز، وبنعرف ان لويس دي على علاقه ما بكل تجار المخدرات. المهم ماكس بتعرف لويس انها عايزاها تدبر لها مقابله مع اي تاجر مخدرات لسه جديد في السوق، وفجاه يعني ظهر عليه الغنى الفاحش مره واحده، لان ماكس بتكون متاكده ان اي تاجر مخدرات بقى غني فجاه كده اكيد شارك في عمليه السرقه بتاعه المقر. فبتعرفها لويس ان في شخص كده اسمه ايدي دومينجوز، واللي كان شرطي سابق بالمناسبه. وانت مش بتضيع ماكس وقت وبتاخد صديقتها جولي وبيروحوا سوا كده لايدي بحيث يعرفوا ايه حكايته. وبالفعل بيروحوا لايدي بيته وبيكون مع ايدي مخدرات من اللي اتسرقت من المقر، وبالتالي بنتاكد هنا انه من عصابه فوشيه. المهم في الاثناء دي بتسيب جولي ماكس وايدي وبتدخل هي الحمام، وبمجرد ما دخلت الحمام بيوصل لمكان فوشيه ورجالته. في اللحظه بيتجنن فوشيه من ايدي لانه جاب ناس هنا عنده والشرطه اصلا بتدور عليهم، وبيعرف فوشيه ايدي انه غبي لان ماكس دي اكيد مخبره، وبيعرفوا انه هيقتله هو ماكس. ايدي فضل يتحايل عليه ما يعملش كده، ويعرفوا انه كان سبب انه يعرف يدخل المقر فما ينفعش يقتله، لكن فوشيه ولا بيفرق معاه وبمنتهى البرود بيقتل ماكس. بعد كده بيقتل ايدي. في اللحظه دي كانت جولي مستخبيه في مكان كده وبتشوف كل اللي حصل، لكن للاسف فوشيه بيشوفها فبيقوموا رجالته يجروا وراها ويقتلوها، فيفضلوا فعلا يجروا وراها، لكن جولي بتفضل تهرب منهم ومش بيقدروا يمسكوها. بعد فتره مش طويله من كل ده
بيوصلوا مايك وماركس وهاورد وقوة من الشرطة للمكان ويشوفوا ايدي وهو ميت، وبيعرفوا طبعا ان ايدي الضابط المفصول كان شغال مع العصابة، وبيعرفوا كمان ان ايدي كان معاه 2 بنات في بيته، وبالتالي ما دام في جثة واحدة بس يبقى اكيد التانية هربت، فلازم يلاقوها واللي هي طبعا جولي. ولحد هنا يا صديقي كل حاجة كانت تمام. اللي مش تمام بقى ان مايك بيشوف ان البنت الميتة حاليا هي ماكس، فطبعا بيتصدم لانه كان بيحبها وبيحس ان هو السبب في موتها، وبناء عليه مش بيقدر مايك يفضل هنا في المكان كتير، وبيعرف ماركس انه هيروح لويس اللي كانت ماكس شغاله معاها، بحيث يعني لو تعرف حاجه كده ولا كده عن اللي حصل لها. بيوافق ماركس وبيسيبه وبيمشي. بيروحوا دلوقتي ماركس وهاورد على مقر الشرطه، وفي المقر بيسال هاورد ماركس عن مكان مايك، فبيعرفوا ماركس ان مايك راح يشوف لويس، فبيستغرب شويه ماركس وبنحس كده انه بيتوتر لكنه مش بيقول حاجه. بعد شويه بقى من كل ده بنشوف ان في شخص من رجاله فوشيه بيوصل للبيت عند لويس عشان يقتلها، ومش بيعدي وقت طويل وبيوصل مايك للبيت برضه، وبنشوف ان الشخص اللي تبع عصابه فوشيه ده كان بيغسل ايده كده من دم لويس. كان بيسمع ان حد دخل البيت وبيكون الحد ده مايك، فبيروح للشخص ده وبيضربه وبيهرب بسرعه من المكان. على الناحيه التانيه بتيجي مكالمه لمقر الشرطه من جولي، وبيرد عليها هاورد. عرفته جولي انها كانت صديقه ماكس وتعرف كل اللي حصل، لكنها مش هتقول اي حاجه الا لمايك. وقتها بيفكر هاورد وبيطلب من ماركس يكلم جولي على اساس انه مايك عشان ما يضيعوش الفرصه يعني من ايديهم، فبيوافق ماركس وبيكلم جولي على اساس انه مايك. فبتعرفوا جولي انها شافت ماكس وهي بتتقتل وهي هربت بعجوبه، وبتطلب منه يعني انه يحميها وهتساعده في القبض على اللي سرقوا المخدرات. فبيوافق ماركس وبيعرف منها عنوانها، وفعلا بيروح ماركس لجولي بيتها وبيضحك عليها وبيفهمها انه مايك، ورغم ان جولي عمرها ما شافت مايك لكن ماكس كانت بتحكي لها دايما عن مواصفاته واللي مش بتنطبق نهائيا على ماركس. فبالتالي بتشك جولي في ماركس وبتحاول تضربه، بس ماركس بياخد منها المضرب اللي بتضرب بيه وبيهديها وبيفضل يقول لها انه مايك، بتصدقه وبتقرر تمشي معاه من هنا. لكن قبل ما يروحوا لاي حته بيوصلوا رجاله فوشيه بحيث يقتلوا جولي، بس ماركس بيفضل يضرب عليهم نار وبيقدر يخلص على واحد منهم. بعدها بياخد جولي في عربيته وبيهربوا من المكان. بعد اللي حصل ده بيقرر ماركس انه يودي جولي للبيت بتاع مايك الاساسي عشان تقعد فيه هناك وتكون في امان، والفعل بياخدها ماركس وبيروح للعماره اللي ساكن فيها مايك. وقتها بيدخل ماركس العماره وبيتكلم مع فرد الامن اللي فيها وبيطلب منه يعني انه يعامله اكنه مايك بالظبط، ويديله كمان مفاتيح الشقه. فيوافق فرد الامن بيدي ماركس المفتاح، بياخد ماركس جولي وبيطلعها شقه مايك وبيقعدها فيها وبيسيبها وبيمشي. تاني يوم بقى بنشوف ان ماركس بيروح للشغل، وهناك بيجي مايك واللي بيكون لسه فايق من اصابته من وقت ما ضربوا الراجل اللي تبع فوشيه في بيت لويس. ومنهم حاليا بيروحوا هما الاتنين لرئيسهم في الشغل هاورد. وهنا بقى هاورد وماركس بيعرفوا مايك كل اللي حصل، وانه جولي فاكره ان ماركس هو مايك. بيقول هاورد انهم لازم يفضلوا مكملين في التمليه ويفهموا جولي ان ماركس هو مايك لحد ما القضيه تخلص بحيث ما تفقدش ثقتها فيهم. فبيوافقوا الكل، وبيكون طبعا مايك متضايق لكنه مش بيعترض. بعدها بيروحوا مايك وماركس لبيت ماركس، وبيتكلم ماركس مع تيريزا مراته ويفهمها انه هيسافر في الشغل كده مده، وان ماركس هيقعد معاها هنا في البيت عشان يعني يحميها هي والاولاد. بعد كده بيروح ماركس لبيت مايك وبيقعد مع جولي، ويفضل بقى يوري جولي صور المجرمين على امل انها تتعرف على حد منهم. وفعلا بتقدر جولي تتعرف على حد من صور المجرمين، وهو شخص كده اسمه نوح واللي بقى شغال مع فوشي. فيفرح ماركس جدا وبيقرر انه يقبض على نوح ده. تاني يوم بقى بنشوف ان ماركس ومايك بيروحوا لملهى ليلي كده عرفوا ان نوح ده بيشتغل فيه. فالمهم يعني بيدخلوا الملهى ده وبيقعد مايك يدور على نوح، وبنشوف ان نوح وفوشي على فكره وكل رجالته اصلا في الملهى الليلي. المهم ان ماركس حاليا ساب مايك ودخل الحمام، وهنا بقى جوله 2 من رجاله فوشي وبداوا يتعاركوا معاه، وبيكون مايك قاعد في الملهى وما يعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل. في المهم يعني ماركس بيفضل يتعارك مع ال2 دول ويضربوا في بعض ويضرب فيهم لحد ما بيقدر يتغلب عليهم. بعد كده بيروح لمايك بحيث يقبضوا على نوح، لكن في اللحظه دي بتحصل حاجه غير متوقعه تماما. جولي بتوصل للملهى الليلي وبتكون جايه ومعاها مسدس بحيث تقتل نوح وتنتقم لصديقه عمرها ماكس. وحاليا بتشوف جولي فوشيه فبتتجنن ان ده طبعا هو اللي قتل ماكس اصلا، فبالتالي بتطلع المسدس وبتكون هتضرب عليه نار. بس في اللحظه دي بيشوفها مايك وماركس فبياخدوها وبيهربوا من المكان. لما بيخرجوا من المكان بيلاقوا شاحنه كده في وشهم، فبينزلوا السواق منها وبياخدوها وبيهربوا. بس برضه بيطلعوا نوح وواحد تاني من رجاله فوشيه وراهم. ولحد هنا تمام. اللي مش تمام بقى ان مايك والكل بيكتشفوا ان في العربيه هنا في براميل من ماده الاسير، والاسير دي هي ماده مشتعله بتستخدم مع الهيروين عشان يزودوا من كميته. وبيعرفوا هنا مايك وماركس ان الشاحنه دي تبع فوشيه ورجالته، واكيد الاسير ده كانوا هيستخدموه مع الهيروين اللي سرقوه بحيث يعني يزودوا كميته قبل ما يبيعوه. المهم بقى بتيجي حاليا لمايك فكره، وبيرمي دلوقتي براميل الاسير دي على نوح واللي معاه، وبيفضل بقى مايك يضرب على البراميل دي نار فبيولع وبتنفجر عربيه نوح واللي معاه وتعيش انت. بعد كده بيروح ماركس مع جولي على البيت بتاع مايك، وهناك بتفضل جولي تتكلم مع ماركس وتقول له ان صديقه مايك ده جميل جدا وان اكيد يعني اي ست ممكن تحبه. في اللحظه دي بيتجنن ماركس العبيط وبيشك ان مراته ممكن تكون بتخونه حاليا مع مايك، فبالتالي بيقرر يروح يشوفهم وبياخد دلوقتي جولي معاه وبينطلق في طريقه. بعد مده مش طويله بيوصل ماركس لبيته وبيسيب جولي في العربيه وبيربطها.
بعدها بيروح ماركس لبيته وبيحاول يتسلل للبيت بحيث يشوف مايك ومراته تيريزا بيعملوا ايه، ولكن من غير ما يشوفوه طبعا ان تيريزا ما ينفعش تعرف ان ماركس في المدينه هنا. في المجمل بيبدا ماركس يتسلق البيت لكنه للاسف بيقع، ووقتها بيسمع مايك الصوت فبيفتكر في حرامي وبينزل لماركس وبيفضل يضرب فيه، وهو طبعا ما يعرفش ان ده صاحبه، لكنه يعني بيشوف ان ده ماركس فبيهدى وبيساله انت بتعمل ايه هنا. فبيعرف ماركس انه شك انه بيخونه مع مراته فجاي يعني يتاكد، فبيفضل مايك يهزقه ويعرفه انه عمره ما يخونه لانه صديق عمره. وعموما يعني في الوقت ده بقى يا صديقي بيشوف ان في 2 من رجاله فوشيه في المكان وبيكونوا بيراقبوا وبيشوفوا كل اللي بيحصل ده، وبيقرروا يقتلوا ماركس ومايك وكمان جولي. بس قبل ما يعملوا كده هم بيوصلوا لمكان سانشيز ورويز وبيقبضوا عليهم. ملحوظه سانشيز ورويز كانوا بيأمنوا البيت هنا في حاله ان حد من رجاله فوشيه جاي يخلص على مايك او ماركس وعيلته، فبالصدفه يعني دلوقتي قبضوا على الاثنين دول. في المجمل بيروحوا مايك وماركس لمقر شغلهم وبيحققوا مع واحد من الاثنين اللي قبضوا عليهم، وبيعرفوا دلوقتي منهم ان زعيم العصابه شخص اسمه فوشيه، لكن الراجل ده ما بيكونش يعرف هو قاعد فين بالظبط لانه دايما بيغير مكانه بحيث ما حدش يقدر يوصل له. وقتها بيفكروا ماركس ومايك وبيدركوا ان اكيد فوشيه جاب كيميائي يشتغل على الهيروين باليسير ويزود كميته، وبيعرفوا دلوقتي انهم لو عرفوا مين الكيميائي ده هيقدروا يوصلوا لفوشيه. وبالتالي عشان يعرفوا مين الكيميائي ده بيروحوا لجوجو لو تفتكروا وبيثبتوه، وبيسالوا مايك مين ممكن يكون متورط في شغل مع فوشيه. بيعرفوا جوجو ان فوشيه بيشتغل مع افضل الكيميائيين، وافضل الكيميائيين هو شاب كده صغير في السن اسمه اليوت، وبالتالي لو وصلتوا لاليوت ده هيوصلكم لفوشيه. طبعا بيفرح مايك وماركس وعلى طول بدون تضييع وقت بيروحوا يراقبوا بيت اليوت ده، وبيكون معاهم طبعا جولي بحيث يعني يحموها دايما. المهم بيفضلوا بقى يراقبوا بيت اليوت ده لحد تاني يوم الصبح. في الوقت ده بيلاقوا اليوت خارج بعربيته، فطبعا بيمشوا وراه لحد ما بيلاقوا اليوت وصل للمينا ودخل لسفينه في المينا هنا. فبيعرفوا في اللحظه دي ان فوشيه هو وعصابته موجودين في السفينه، وبالتالي بيقعدوا بقى يراقبوا السفينه وفعلا بيقدروا يشوفوا فوشيه، لكن اللي ما يعرفوهوش ان فوشيه في الوقت ده هو كمان بيشوفهم. المهم بيخلصوا مايك وماركس وجولي المراقبه دي، وبيقرروا بقى ان هم يرجعوا بيت مايك بحيث يعني يجيبوا اسلحه ويجوا يخلصوا على فوشيه وعصابته. وفي نفس الوقت ده بالصدفه بيشوف تريزا مرات ماركس على التلفزيون ان ماركس جوزها ومايك كانوا في مطارده في المدينه هنا من كام يوم، وطبعا دي كانت مطارده نوح. في المجمل يعني بقى بتدرك تريزا ان ماركس مش في مهمه ولا اي حاجه، وبتشك انه بيخونها، فبتقرر تروح لمايك بيته تساله. وبالفعل بتروح البيت عند مايك وبتتفاجئ بوجود ماركس وكمان جولي ومايك، وبالتالي تفتكر ان ماركس بيخونها مع جولي، فبتفضل تتخانق مع ماركس. في الاثناء دي بتعرف جولي ان ماركس ده مش مايك زي ما كان بيقول لها، فبتزعل وبتسيب الكل وبتمشي. فبيشوفها مايك وبينزل وراها، وتريزا بتتعصب برضه من ماركس وبتمشي. الفكره هنا ان الكل بيتجمعوا في مدخل العماره حرفيا، وهنا بقى بتكون المشكله لان الكل بيلاقوا فجاه فوشيه قدامهم هو ورجالته، وبدون مقدمات بيبدا فوشيه يضرب عليهم نار. بسرعه بيحمي ماركس مراته اما مايك فبيفضل يضرب على فوشيه ورجالته نار. وسط ده كله بقى بيقدر فوشيه ياخد جولي ويهرب، فبيفضلوا مايك وماركس يطاردوه لكنهم مش بيقدروا يمسكوه. بعد اللي حصل ده بيروحوا المقر بتاع شغلهم بحيث يعني يعرفوا هيعملوا ايه، واثناء ما هم في المقر بيتصل بيهم فوشيه وبيعرفهم انه قتل الكيميائي اليوت لانه وصلهم ليه، وحاليا مع جولي ممكن يقتلها او يسيبوه لمده 4 ساعات فقط يتم بس الصفقه بتاعته ويبيع الهيروين اللي هو عاوزه ويهرب من البلد. وقتها مش هيعمل اي حاجه لجولي، وبس بيختم معاهم فوشيه ان لهم حريه الاختيار وبيقفل معاهم. طبعا بيقرروا مايك وماركس انهم مش هيوقفوا ولا يستسلموا، وبيقرروا انهم لازم يعرفوا مين من المكتب هنا ساعد فوشيه في البدايه خالص، وبالتالي ساعتها ممكن يعرفوا مين الشخص ده مكان فوشيه. طبعا عشان يعملوا كده بيعملوا ايه؟ سهله يا صديقي، بيجيبوا هاكر كده كان محبوس عندهم في السجن وبيخلوه يخترق نظام الامان ويجيب ملف ايدي الضابط المفصول اللي كان بيساعد فوشيه لو تفتكروا. ومن ملف ايدي بقى بيكتشفوا حاجه مهمه جدا، الا وهي ان في شرطيه معاهم هنا في المكتب اسمها دونا كانت خطيبه ايدي، وبالتالي بيتاكدوا ان دونا دي هي اللي ساعدت ايدي والعصابه في الاول خالص. فبناء عليه بيستجوبوا دونا وبتعترف اخيرا بكل حاجه وانها فعلا ساعدت العصابه. وبتعرفوا من دونا انها معاها رقم تليفون بتاع واحد كده من رجاله فوشيه، ممكن من التليفون ده يتتبعوا فوشيه ورجالته ويعرفوا مكانهم حاليا. فبيوافقوا ماركس ومايك وبيعملوا كده وبيحددوا مكان فوشيه ورجالته وبينطلقوا في طريقهم ليه. فوشيه بقى في الوقت ده كان في مستودع قديم في المطار وبيتم صفقه مع تاجر مخدرات تاني، بس يعني التاجر ده ياخد الهيروين، فوشيه ياخد الفلوس ويهرب على طول من المطار هنا. وبتكون جيلي على فكره مع واحد من رجاله فوشيه ومربوطه في عربيه. ووسط بقى كل ده بيوصلوا مايك وماركس ومعاهم رويز وكمان سانشيز وبيقتحموا المكان، وهنا بقى عينك ما تشوف الا النور، بيفضلوا يضربوا في رجاله فوشيه ورجاله فوشيه يضربوا فيهم. وسط كل ده بيشك فوشيه ان تاجر المخدرات باعه للشرطه فعلى طول بيقتله. اما بقى جولي بتفضل تحاول تفك نفسها وبتنجح فعلا بكده، وبتسوق العربيه اللي هي فيها وبتخلي العربيه تخبط في براميل الاسير اللي كانت موجوده في المكان، فبتشتعل وبتقتل مجموعه من رجاله فوشيه. وفي اللحظه دي فوشيه بيشوف جولي فبيكون هيقتلها، لكن بيجي ماركس وبينقذها وبسبب كده بيتصاب في رجله. اما مايك فبيكمل ضرب في رجاله فوشيه وبيخلص عليهم كلهم. اما فوشيه نفسه فبياخد عربيه وبيهرب.
فبيحاول مايك يركب معاه العربيه، لكن فوشيه بيضربه طلقه في كتفه وبيهرب. وفي الوقت ده بيكون المكان كله هينفجر بسبب كميه البراميل المتفجره اللي فيه. بسرعه بياخد ماركس جولي ومايك وبيهربوا من المكان وبتنفجر وبيتدمر المكان. لكن يعني الحمد لله ما حدش بيحصل له حاجه. بيفضلوا بقى يجروا ورا فوشيه كتير جدا لحد ما بيقدروا يخلوه في الاخر يخبط في حائط وعربيته بتتكسر خالص وفوشيه نفسه بيتصاب. واخيرا بيقدروا ماركس ومايك يقبضوا على فوشيه وبيقرروا انهم مش هيقتلوه بل هيقدموه للمحاكمه. بس فوشيه المجنون بيحاول يضربهم بالنار، فبسرعه بيضربوا مايك وبيخلص عليه، واخيرا بيخلصوا على فوشيه المجنون ده والخطر بينتهي. بتعدي بقى فتره محترمه على كل ده، وبنكون في مختبر في امستردام في هولندا. المختبر ده بيكون بيتصنع فيه مخدر الاكستاسي، وده يا صديقي نوع من انواع المخدرات على شكل حبوب كده. المهم يعني ان حاليا المخدر ده بيتشحن في سفينه، والسفينه دي بتتحرك في البحر لحد كده مكان معين، ولما يوصلوا للمكان ده بيرموا المخدرات في الميه، وبعدها بيجوا 3 اشخاص مهربين بقارب صغير وبياخدوا المخدرات دي وبيتحركوا بيها لحد مدينه ميامي. وبيكونوا المهربين دول على تواصل مع شخص ما اسمه جوني، وده يبقى تاجر المخدرات اللي بيستلم المخدرات هنا في ميامي. المهم ان حاليا المهربين بقى بيوصلوا المخدرات دي لرجاله جوني وبيعرفوا ان المخدرات وصلت بخير. بعد شويه من كل ده بنشوف فرقه من اداره مكافحه المخدرات في ميامي بيجهزوا نفسهم بحيث يعني يروحوا يقبضوا على طائفه عنصريه ضد السود. والمفروض ان الجماعه دول هيستلموا النهارده مخدر الاكستاسي، والمفروض برضو ان في فردين من اداره مكافحه المخدرات مع الجماعه دول بحيث يقبضوا عليهم متلبسين. وبمناسبه الجماعه المتطرفه دي فبنشوفهم حاليا وهم لابسين اقنعه شكلها غريب وبيعملوا طقوس غريبه. ويوصل عندهم دلوقتي واحد من رجاله جوني ويديهم المخدرات بتاعتهم، وهنا بقى 2 من الجماعه دول بيقلعوا الاقنعه بتاعتهم وبيكونوا ماركس ومايك. وبنعرف هنا ان دول الضباط المتخفين وسط الجماعه. المهم ان مايك وماركس بيثبتوا الجماعه دول كلهم، لكن واحد من الجماعه بيقدر يمسك ماركس وبيكون هيقتله، فبسرعه بيضربوا مايك بالنار وبيبدا بقى يضرب في كل الجماعه والدنيا بتخرب حرفيا. وقتها بيوصلوا كمان قوه الشرطه وبيساعدوا مايك وماركس، ووسط المعركه دي للاسف بياخد ماركس طلقه في رجله وبيتصاب. بس يعني المهمه بتتم بنجاح، وبيقدروا مايك وماركس وقوه الشرطه يقبضوا على كل الجماعه. وحاليا بقى بيشوفوا المخدرات اللي مع الجماعه واللي بتكون كيسين مخدرات بس. واحد من الضباط بيسال مايك ازاي ما فيش غير كيسين بس مع الجماعه هنا، فبيعرف مايك الظابط ان في مخبر شغال معاه اسمه اسبيك. المفروض يعني ان اسبيك ده هو اللي دل مايك على الجماعه وعرفوا انهم هيكونوا معاهم مخدرات كتير جدا. بس واضح ان اسبيك غلط، وبالتالي مايك بيعرف الظابط انه هيتصرف معاه وبس. بياخد مايك ماركس وبيروح بيه على المستشفى، وفي المستشفى بيتواصل مايك مع اسبيك وبيعرفوا ان الجماعه طلع معاهم مخدرات قليله جدا، وبيهزق مايك اسبيك لان المهمه طلعت هبله، وبيعرفوا انه لازم يسلموا قضيه كبيره جدا والا هيزعله، وبيقفل معاه. وبس يا سيدي بننتقل دلوقتي لملهى ليلي كده بتاع شخص اسمه اليكسي، وبنعرف ان اليكسي ده يبقى من اصل روسي وعامل الملهى الليلي ده عشان يبيع فيه مخدر الاكستاسي واللي بياخده من جوني. جوني حاليا بقى اتصل باليكسي وعرفه ان في ناس من رجالته اتقبض عليهم، وطبعا بيكون قصده على الجماعه المتطرفه. وبيسال جوني دلوقتي اليكسي لو يعرف مين اللي بلغ عن رجالته، بس اليكسي بيعرفه انه ما يعرفش اي حاجه وبيقفل معاه. بعد كده بنشوف ان في واحد في الملهى الليلي بتاع اليكسي بيبدا يتعب بسبب جرعه زياده من المخدرات، فعلى طول بيأمر اليكسي رجالته يرموه بره الملهى. فعلى طول رجاله اليكسي بياخدوا الراجل ده وبيرموه في الشارع، وطبعا بيموت. وده بيوضح ان اليكسي ده شخص مجنون جدا. تاني يوم بقى بيكون ماركس في بيته، وحاليا بتيجي لماركس اخته اللي اسمها سيد بحيث يعني تزوره هو وعيلته. وبنعرف هنا ان سيد اصلا شرطيه في اداره مكافحه المخدرات، ولكن في مدينه تانية خالص غير مدينه ميامي. المهم يعني اثناء ما كانوا الكل قاعدين بيوصل مايك عشان يطمن على ماركس، وبيشوف دلوقتي مايك ان سيد هنا فبيفرح وبيروح يتكلم معاه. وهنا بقى بنعرف ان مايك وسيد كان بينهم قصه حب كده زمان لكنها خلصت، وطبعا مايك ما كانش يعرف عنها اي حاجه. في المجمل يعني بيقعدوا الكل سوا كده ياكلوا بس بدون مقدمات. بتسيبهم سيد وبتمشي لانها عندها مشوار مهم جدا ولازم تخلصه، مش بيعدي وقت طويل. وبتيجي لمايك مكالمه، والمكالمه دي من اسبك عرف مايك ان العصابه الهايتيه، وايوه ده اسمهم، هيروحوا دلوقتي يقوموا بعمليه سرقه، يا اما سرقه فلوس يا اما سرقه مخدرات. وقتها بيفرح مايك جدا وبياخد ماركس بحيث يقبضوا عليهم. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان سيد بتروح تقابل اليكسي، وهنا بنعرف ان سيد موجوده في ميامي اصلا عشان تقوم بمهمه، ومفروض يعني انها حاليا عميله متخفيه. وتفهم اليكسي انها المهربه اللي جايه تاخد منه فلوسه وتهربها للناس اللي اليكسي بيشتري منهم المخدرات. وطبعا بتكون سيد لابسه كاميرات وقائدها في الشرطه بيكون شايف كل حاجه هي بتعملها. عامه بتبدا بقى سيد تعد الفلوس وبتاخدها وبتمشي هي وزمايلها اللي برضه عملاء متخفين. في الاثناء دي بنشوف ان العصابه الهيئتيه بتبدا تتحرك، وبنعرف انهم رايحين اصلا يسرقوا الفلوس اللي مع سيد. طبعا بيفضل مايك وماركس ماشيين وراهم لحد ما بيوصلوا العصابه الهيئتيه لعند جراج كده بتكون فيه سيد والظباط زمايلها. وبدون مقدمات واحد من العصابه بينزل وبيضرب الظابط اللي مع سيد، فبتتجنن سيد وبتخاف وعلى طول بتبدا تتحرك بالعربيه، والراجل اللي تابع العصابه ماسك فيها. بس سيد بتقدر ترميه بره العربيه وبتفضل تجري من باقي العصابه لحد ما بتخرج بره الجراج. وهنا بقى بيشوفها ماركس ومايك فبيستغربوا وعلى طول بينطلقوا وراها بحيث يعني يحموها من العصابه اللي بتطاردها دي.
طبعا في قوة من شرطة ميامي بيجوا هم كمان دعما لمايك وماركس، وبيكون في شرطة تانيين ودول تبع سيد. المهم يعني ان سيد بتفضل تجري من العصابة ويجروا وراها مايك وماركس وبيضربوا اي حد من العصابة في وشهم، واثناء ما كانت سيد بتجري للاسف بتعمل حادثة وبتتعطل. وبيجوا دلوقتي بقى العصابة الهيئتية وبيحاصروا عربيتها بحيث يقتلوها، بس قبل ما يعملوا كده بيوصلوا لمكان ماركس ومايك قوات الشرطة وبيفضلوا يضربوا نار على العصابة، والعصابة تضرب عليهم في مشهد اكشن من اقوى ما يكون. وسط كل ده بتقدر سيد تهرب بعربيتها تاني، فبسرعه بياخدوا العصابه عربيه نقل كده محمله بعربيات كتير وبينطلقوا ورا سيد. وطبعا ماركس ومايك بيطيروا وراهم هم كمان، وبتكون العصابه الهيئتيه دي مجانين بشكل مش طبيعي لانهم بدون مقدمات بيفضلوا يرموا العربيات اللي على الشاحنه اللي هم فيها حاليا دي على عربيات الشرطه وماركس ومايك بحيث يعطلوهم، لكن مايك بيفضل بخبرته يهرب من العربيات ويضرب اي حد من العصابه قدامه لحد ما بيقدروا يخلصوا على كل عصابه، وبتقدر سيد تهرب لحد ما بتوصل لمينا كده المفترض ان المينا دي تسلف فيها الفلوس. في اللحظه دي بيجوا مايك وماركس وراها وبينزلوا بقى يسالوها هي بتعمل ايه هنا بالظبط، فبتعرفهم سيد انها جايه اصلا في مهمه كانت بتشتغل عليها بقالها اكتر من 5 شهور. بيسالها بقى ماركس ليه ما قالتلوش، فبتعرفوا سيد ان شرطه ميامي الشرطه اللي ماركس ومايك منها اصلا مليانه ضباط فاسدين بشكل مش طبيعي، وبالتالي سيد كانت عندها تعليمات ان الموضوع يفضل سري. وقتها بيتضايق ماركس من سيد لانها مش واثق فيه رغم انه اخوها، بس عامه يعني بيسيبها وبيمشي. واثناء ما كانوا الكل بيتكلموا بيجوا دلوقتي ناس وبياخدوا الفلوس اللي في العربيه بتاعت سيد، فبتعرف سيد مايك ان كده التسليم تم. بعدها بيجي رئيس سيد في الشغل فبتركب معاه وبتسيب مايك وبتمشي. اما مايك وماركس بعد كده بيروحوا يقابلوا هاورد واللي بيهزقهم جدا طبعا انهم النهارده عملوا مخاطره كبيره جدا ومع ذلك ما قبضوش على العصابه ولا الفلوس اللي معاهم، وبيأمرهم دلوقتي هاورد انهم يخلصوا القضيه دي باسرع وقت عشان خاطر ما يحصل لهمش مشاكل اكتر من كده، وبيوافقوا على كلامه وبيمشوا. على الناحيه التانيه بنشوف ان جوني بيقعد مع 2 من رجالته وهم كارلوس وروبرتو، ونعمل الاتنين دول بقى هم اصلا اللي جابوا الفلوس من سيد، وحاليا بيكونوا روبرتو وكارلوس وجوني في المخزن اللي جوني بيشيل فيه الفلوس بحيث يعني يشيلوا الفلوس دي كمان، لكنهم بيتفاجئوا ان المخزن مليان فئران بتاكل الفلوس، فبيتجنن جوني وبيفضل يقتلهم. وخليك يا صديقي فاكر موضوع الفئران دي لقدام. المهم حاليا انهم كمان بيتكلموا عن اليكسيه، وبنعرف بقى ان جوني ناوي يقلب عليه وياخد منه كل النوادي الليليه اللي بيملكها، بس هيعمل كده ازاي لسه ما نعرفش. في نفس الوقت ده بنشوف ان ماركس ومايك بيروحوا يقابلوا اسبك وبيسالوه دلوقتي عن العصابه الهيئتيه وازاي يوصلوا لها، فبيعرفهم اسبك المقر بتاعهم. فعلى طول بيروحوا مايك وماركس على المقر بتاع العصابه الهيئتيه، وكان حاليا في المقر رئيس العصابه وكم واحد من رجالته. على طول بيدخلوا مايك وماركس للمقر وبيفضلوا يضربوا نار على العصابه والعصابه تضرب عليهم، وبس بفضل خبره مايك وماركس بيقدروا يخلصوا على كل العصابه ما عدا شخص واحد بس وهو رئيس العصابه. بيسالوا دلوقتي هو كان بيسرق فلوس مين بالظبط، فبيعرفوا من الرئيس ده ان في كاميرا كده عنده يقدروا ياخدوها وهيعرفوا منها كل حاجه. فعلا بياخدوا الكاميرا وبيروحوا بيها المحل فيديو كده وبيخلوه يشغل الكاميرا دي. بيلاقوا على الكاميرا فيديو للعصابه الهيئتيه وهم بيراقبوا دار جنائز بتاع عيله كوبيه كده، ولعلم العيله او العصابه دي هي عيله جوني. المهم وقتها بيروحوا ماركس ومايك على شغلهم، وهناك بيخلوا صديقهم في الشغل فليتشر، ويعني فليتشر ده على فكره بقى الهاكر اللي كانوا خرجوه من السجن قبل كده بحيث يساعدهم، وحاليا بقى شغال معاهم. في المجمل بيعمل فليتشر شغله وبيعرف مايك وماركس ان دار الجنائز دي بتاعت ست كوبيه اسمها دونا، ودونا دي تبقى ام رجل العصابات الشهير جوني، ولحد دلوقتي مفيش حد قادر يثبت عليه اي جريمه. في الوقت ده بيطلبوا ماركس ومايك من فليتشر ان هو يخترق تليفون جوني ويتصنتوا عليه، بيعمل كده فعلا. وفي مره بقى اثناء ما كانوا بيسمعوا جوني وهو بيعمل مكالماته بيلاقوا ان جوني بيطلب شركه لقتل الحشرات عشان يقتلوا الفئران اللي عنده، فبيفرحوا مايك وماركس وبمنتديات بيروحوا لبيت جوني على اساس انهم شركه مكافحه الحشرات، وبيقابلهم واحد من رجاله جوني وهو روبرتو، وبياخدهم دلوقتي للمكان اللي فيه الفئران بحيث يقتلوها. وقتها بيقول مايك لماركس يزرع مسجلات في كل مكان في البيت هنا، اما مايك فبيطلب من روبرتو ان هو يخرج يشتغل في باقي البيت، فبيوافق روبرتو. وحقيقه بقى مايك بيخرج بحيث يزرع مسجلات في باقي البيت. في الاثناء دي يا صديقي بنشوف ان جوني بيستقبل اليكسيه وجوزيف شريكه، وحاليا بقى بيخلي رجالته يقعدوا مع جوزيف، اما هو بياخد اليكسيه لاوضته يتكلموا شويه. ومش بيفوت وقت كتير على فكره وبيجوا رجاله جوني ومعاهم سله كده فيها جثه جوزيف انهم قتلوه. وحاليا بيبدا جوني يساوم اليكسيه يا اما يتنازل عن كل النوادي الليليه حالا اللي موجوده في المدينه هنا او يقتله هو وعيلته. طبعا بيخاف اليكسيه فبيضطر يمضي وبيتنازل لجوني عن كل النوادي اللي بيملكها. في الاثناء دي كان لسه مايك بيلف في البيت يزرع مسجلات لحد ما بيوصل للمطبخ. في المطبخ بقى بيلاقي اثار تقطيع جوزيف وبيلاقي كمان صباع جوزيف، فبياخدوه بيكون ماشي. لكن بيجي دلوقتي روبرتو وبيشوف مايك فبسرعه بيضربه مايك وبياخد ماركس وبيهرب. بعد كده بيتكلم جوني مع روبرتو وبيساله ازاي ساب مايك وماركس يهربوا، وبيكون جوني دلوقتي شاكك ان روبرتو بيتعاون مع الشرطه، فبكل بساطه بيقتله. على الجانب الاخر بنشوف ان مايك وماركس بيرجعوا لشغلهم من تاني، وبيقدر فليتشر يعرفهم انه اكتشف ان جوني بيملك قارب اسمه DC-7 وغالبا بيستخدمه لنقل المخدرات في البحر. وبعد ما بيعرفوا مايك دلوقتي وماركس المعلومات دي بيبداوا يتصنتوا على جوني في البيت، فبيعرفوا ان جوني رايح يقابل سيد
بحيث يخليها تشتغل معاه في غسيل الاموال. فطبعا بيقلقوا وبيقرروا يروحوا يحموا سيد من بعيد لبعيد. على ذكر سيد، فبنشوف دلوقتي انها في فندق كده وبيجي لها جوني وبيطلب منها انها تشتغل معاه في نقل وغسيل الاموال، فتوافق يا سيد بحيث تقدر توقعه. بعد كده بيجي ماركوس ومايك وبيقعدوا مع سيد وبيسالوها هي ناويه توقع جوني ازاي، فتعرفهم سيد انها ناويه تشتغل معاه شهر ولا 2 في غسيل الاموال، وبكده تمسك عليه كل حاجه وهتقدر تحبسه. بس مايك وماركوس بيعرفوها دلوقتي انهم عندهم خطه افضل شويه، وهي انهم يتتبعوا القارب بتاع جوني ومنه هيقدروا يوقعوه ومش هيحتاجوا شهرين ولا حاجه. بتتحمس سيد اكتر وبتقرر تنضم ليهم. بعد شويه بيروحوا مايك وماركوس للسجن وبيجيبوا رئيس الجماعه المتطرفه لو تفتكروا، انهم يعني بالمناسبه كانوا قبضوا عليه. بيطلبوا منه دلوقتي مايك وماركوس يعرفهم عن قارب جوني، فيوافق الرئيس ده وهو مضطر. بعد كده رئيس الجماعه المتطرفه بياخد مايك وماركوس وكمان سيد للمرسى اللي دايما القارب بيجي فيه، وبيعرفهم الرئيس ان جوني اكيد هيجي هنا النهارده بالقارب عشان يتم الصفقه، فبيقرروا يفضلوا هنا بحيث يعني يقبضوا عليه هو ورجالته. المهم بعد شويه بقى بيلاقوا الكل ان القارب بتاع جوني وصل لعند المرساه، والناس اللي عليه قابلوا ناس تانيه واستلموا منهم حاجه، بعدها خدوا بعضهم ومشوا. فضلوا ماركوس ومايك وسيد ماشيين وراهم لحد ما بيلاقوهم بيروحوا عند مخزن كده على المينا، وبيحملوا زي توابيت كده استلموها، وبيحطوا التوابيت دي في عربيه نقل موتى، وبتبدا بقى العربيه تتحرك وبيبداوا مايك وماركوس يتحركوا وراهم. بس المشكله ان رجاله جوني بيشوفوهم فبيفضلوا يهربوا منهم، وبيفضل مايك وماركوس يطاردوهم، واثناء المطارده دي التوابيت اللي مع رجاله جوني بتتفتح وبتفضل تقع من العربيه. بس ماركوس ومايك مش بيهتموا وبيكملوا المطارده في عربيه الموتى دي لحد ما توصل العربيه لمقر كده في رجاله جوني. فبيفضلوا بقى رجاله جوني يضربوا على مايك وماركوس نار، ومايك وماركوس بدورهم بيردوا عليهم الضرب لحد ما رجاله جوني بيهربوا من المكان. وبيشوف مايك وماركوس دلوقتي واحد بس منهم وهو بيهرب، فبيفضلوا يجروا وراه لحد ما بيقدر مايك يوصل وراه في المترو، وبيركب مايك وراه المترو اللي بيتحرك بيهم حاليا، وبيفضلوا هما الاثنين يضربوا في بعض لحد ما بيخرجوا بره المترو اصلا، ويعتبر دلوقتي بيتشعلقوا فيه حرفيا وهو ماشي، وبيفضلوا يضربوا في بعض. وفي النهايه بيقدر مايك يرمي الراجل ده بره المترو وتعيش انت. بعدها بقى بيرجع مايك وماركوس للمكان بتاع مقر رجاله جوني اللي ضربوا عليهم نار هناك من شويه، وبيوصل لمكان هاورد اللي بيلاقي دلوقتي المكان متبهدل والجثث في كل مكان، فبيفضل دلوقتي يهزق مايك وماركوس لانهم ما قدروش يوصلوا لاي حاجه. بس مايك لما بيشوف دلوقتي الجثث بيفكر شويه، وبيعرف هاورد ان جوني بيستخدم الجثث دي بحيث ينقل فيها المخدرات والفلوس. وبيطلب دلوقتي مايك من هاورد انه يديله مذكره للقبض على جوني، بس هاورد بيرفض جدا لانهم لسه ما مسكوش اي حاجه على جوني بشكل رسمي. بيتضايق مايك وبيقرر هو وماركوس يمسكوا حاجه على جوني، فبالتالي في نفس اليوم ده بالليل بيروحوا المشرحه اللي تبع جوني، ولقوا المشرحه دي غير دار المأتم اللي كنا بنقول عليه. المهم ان ماركوس ومايك بيقتحموا المكان وبيلاقوا فيه جثث كتير جدا، فبيفضلوا يدوروا في الجثث دي لحد ما بيلاقوا ان جواها فعلا المخدرات، وكمان بيلاقوا ان في التوابيت نفسها بيخبي جوني الفلوس. فبيفهموا على طول ان جوني بيلم فلوسه وبضاعته بحيث يعني يهرب من البلد ويروح على كوبا بلده. وقتها بقى بيصوروا كل حاجه وصلوا ليها، وبيروحوا دلوقتي لهاورد وبيوروا له كل حاجه، وبكده بيكون في حاجه ممسوكه على جوني. بالتالي بيأمر هاورد وماركوس ومايك انهم يقبضوا عليه، وبيعرفهم انه هيطلع معاهم قوه كبيره جدا بحيث يهاجموا كل حاجه تخص جوني سواء بيته او دار المأتم او المشرحه. وبالفعل يا صديقي تاني يوم بيخرج مايك وماركوس على راس قوه كبيره وبيهجموا على دار المأتم وكمان على المشرحه، فبيلاقوا دلوقتي كلهم فاضيين تماما. فبيعرفوا على طول ان المخدرات اكيد بتتهرب حاليا هي والفلوس عن طريق البحر، فبيروحوا البحر باستخدام الطيارات، وفعلا بيلاقوا ان كل حاجه بتتهرب على قارب كده، فيوقفوا القارب ده وبيقدروا يوصلوا للفلوس والمخدرات بتاعه جوني. عايزك جوني بقى، فبنشوف ان جوني في الوقت ده كان في بيته ومعاه سيد انهم بيتفقوا دلوقتي على شغل كده. الفكره بقى ان وسط كل ده بيوصل للمكان اليكسي بحيث يعني يقتل جوني، وفعلا بيدخل البيت بتاع جوني وبيفضل يضرب نار زي المجنون في كل مكان، لكن قوه من الشرطه بتوصل للمكان وبيخلصوا على اليكسي ويكونوا هيقبضوا على جوني كمان واللي معاه. وفي اللحظه دي بيدرك جوني حاجه مهمه جدا، وهي ان اكيد سيد هي اللي بتبلغ عنه، فبيفتشها وبيلاقي معاها فعلا مسجل، فعلى طول بياخدها وبياخد طيارته وبيهرب من المكان. بعدها اتصل جوني بماركوس وعرفه ان اخته معاه، وان لو عاوزها دلوقتي يجي له بلده كوبا ومعاه كل فلوسه ومخدرات، وبيقفل معاه. طبعا بيكون ماركوس مصدوم، واللي بيصدمه اكتر ان هاورد وباقي قياداته بيقولوا دلوقتي وبيعرفوه انهم مش هيقدروا يتصرفوا في موضوع اخته بشكل رسمي، انهم طبعا مش بيتفاوضوا مع مجرمين. طبعا بيتعصب ماركوس وبيسيب المكان، فبيروح لمايك دلوقتي وبيعرفوا انه هيروح معاه كوبا وهيقدروا يخلصوا على جوني ويحرروا اخته سيد. مش بس مايك، لا ده كل الضباط في الاداره بيقرروا يساعدوا ماركوس، فطبعا ماركوس بيفرح جدا، وعلى طول بدون تضييع وقت بياخدوا كل بعضهم وبيروحوا على كوبا. وبمجرد وصولهم لكوبا بيقابلوا شخص كده اسمه تيتو، واللي بقى اخو واحد من الضباط الامريكان. وحاليا بيعرف تيتو مايك وماركوس والكل ان عنده بيت في مكان قريب جدا لبيت جوني، ومن البيت ده بقى يقدروا يهجموا على جوني. وبالفعل يا صديقي بيروحوا لكل البيت تيتو وبيحطوا الخطه هناك، وعلى طول بينطلقوا وبيدخلوا البيت جوني. بمجرد دخولهم للبيت عينك ما تشوف الا النور، بيفضلوا يهاجموا رجاله جوني في كل مكان، وبيفضلوا الكل يضربوا على بعض نار. اما مايك وماركوس فبيفضلوا يلفوا في البيت يضربوا في اي حد قدامهم لحد ما اخيرا بيقدروا يوصلوا لسيد،
بيقرروا ان هم ياخدوها ويمشوا. بس المشكله بقى يا صديقي ان في الوقت ده بتوصل قوه من الجيش الكوبي لانهم اصلا فاسدين وبيحموا جوني، وبيفضلوا بقى يضربوا نار على مايك وماركوس وكل الشرطه الامريكيه. لكن وسط كل ده بيقدر مايك وماركوس وسيد وتيتو ياخدوا عربيه وبيهربوا بيها. فبيتجنن جوني وبيطلع وراهم بعربيته هو ورجالته بحيث يعني يوقفوهم. وقتها بيفكروا مايك وماركوس وبيستقروا انهم يروحوا لعند قاعده عسكريه امريكيه هنا في كوبا بحيث يكونوا في امان. وبالفعل بينطلقوا بقى في طريقهم وراهم جوني ورجالته وبيفضلوا يهربوا من جوني في مطارده قويه جدا جدا. في النهايه بيقدروا يوصلوا للقاعده، وكمان جوني ومع مساعده كارلوس بيقدروا يوصلوا للقاعده هم كمان. وقبل ما مايك وماركوس وسيد يدخلوا القاعده بيقدر جوني يثبت مايك وبيكون كارلوس هيقتل سيد. بس سيد في الوقت ده بتاخد بالها ان المكان هنا فيه الغام كتير جدا، فبسرعه بترمي سيد مسدسها على واحد من الالغام فبينفجر وبيقتل كارلوس. بيستغل ماركوس اللي حصل ده وبيضرب جوني طلقه في دماغه وتعيش انت. بس مع موت جوني اخيرا بينتهي الخطر، وكالعاده بيقدروا ماركوس ومايك يحلوا القضيه دي. ومع اللي حصل ده بيرجعوا بقى على امريكا وبيقعدوا مايك وماركوس في البيت بتاع ماركوس يقضوا وقت لطيف سوا وبيكونوا فرحانين جدا بكل اللي قدروا ينجزوه. بيعدي بقى على كل ده سنين كتير، وبنشوف حاليا مايك وماركوس وهما كالعاده بيجروا بالعربيه زي المجانين، وبيفضلوا بقى يجروا كتير جدا المره دي لحد ما بيوصلوا للمستشفى وبيطلعوها برضه بكل سرعه. وهنا بقى بنكتشف ان بنت ماركوس خلفت لانها اصلا كانت حامل. وايوه صديقي، عدت سنين طويله جدا لدرجه ان ماركوس كبر جدا وبقى دلوقتي جد. المهم بنسيب ماركوس ومايك فرحانين مع الطفل ده وبنروح للمكسيك. بنكون في سجن سيدات كده في المكسيك. بنشوف حاليا حارسه السجن بتلف على كل المسجونات تشوفهم بيشوفوا شغلهم ولا لا، لحد ما بتوصل الحارسه دي عند سجينه اسمها ايزابيل. بدون مقدمات، ايزابيل دي بتهجم على الحارسه وبتفضل تطعن فيها، وباقي المسجونات بيجوا على فكره وبيساعدوا ايزابيل وبيفضلوا يطعنوا الحارسه. طبعا مراقب الكاميرات بيشوف كل ده، فعلى طول هو وكام ظابط تاني بيروحوا للمسجونات وبيوقفوهم وبياخدوا الحارسه اللي كلها دم حرفيا لدرجه ان وشها مش باين، وبيمشوا على امل انهم يلحقوا يعالجوها. في واحد من الحراس بيكتشف ان جثه الحارسه موجوده هنا في السجن وماتت من زمان، وبالتالي بيعرف ان الحارسه اللي خدوها تتعالج دي هي مش حارسه بل مسجونه وغفلتهم. في الوقت ده بنشوف ان الحارسه دي المفروض يعني انها كانت بتتنقل بعربيه الاسعاف، بس فجاه في عصابه بتطلع على عربيه الاسعاف وبتخلص على كل اللي فيها، وبتنزل بعد كده الحارسه من العربيه وبتطلع انها المسجونه ايزابيل. ودلوقتي بقى بتقابل قائد العصابه اللي حررتها وليه بقى ابنها ارماندو. بعد اللي حصل ده بتروح ايزابيل وارماندو لبيتهم في مدينه مكسيكو وبيتكلموا بقى سوا. فبنعرف من كلامهم ان ايزابيل وجوزها كانوا زمان اشهر تجار مخدرات في المكسيك، لحد ما جوزها اتقبض عليه ومات، واللي قدر يقبض عليه هو الظابط مايك. اما بقى ايزابيل فاتقبض عليها واتحبست زي ما شفنا لحد يعني ما قدرت تهرب. المهم بقى ان حاليا ايزابيل بتدي ارماندو ابنها فلاشه كده. الفلاشه دي كان عليها معلومات عن فلوس كتير جدا كان ابو ارماندو مخبيها، وكمان على الفلاشه دي معلومات كتير جدا بتتكلم عن الناس اللي كانوا سبب ان ابو ارماندو يتحبس، وطبعا منهم مايك. وحاليا عرفت ايزابيل ارماندو انه لازم يروح يجيب الفلوس اللي ابوه خباها زمان ويستخدمها بقى في انه يجيب سلاح واي حاجه كمان يحتاجها عشان ينتقم لابوه. بيوافق ارماندو وبيقرر يعمل كده. بعد فتره مش طويله بنشوف ارماندو في المينا وبيجيب الفلوس اللي كان ابوه مخبيها هناك، وبيكون مع ارماندو حاليا رجالته وكمان عصابه تانية المفترض ان ارماندو مأجرهم عشان يطلعوا الفلوس بتاعت ابوه. لكن العصابه دي بتخون ارماندو وبيقرروا يقتلوه ويسرقوا الفلوس كلها. ففي لمح البصر حرفيا بيهجم ارماندو على رئيس العصابه دي وكم واحد من رجالته وبيخلص عليهم كلهم في ثواني. بعد كده اتكلم ارماندو مع مساعد رئيس العصابه اللي قتله وبيأمره دلوقتي ان هو وباقي العصابه اللي معاه ينضموا ليه بدل ما يقتلهم. فبيوافق المساعد من الخوف، ومن اللحظه دي بقى مع ارماندو بقى في عصابه كامله وبيقرروا خلاص انهم هينتقموا لابوه. على الناحيه التانيه بنشوف ان مايك وماركوس كانوا قاعدين في كازينو كده ومعاهم هاورد وكمان كل زمايلهم في اداره مكافحه المخدرات، وبيحتفلوا دلوقتي بماركوس لانه بقى جد زي ما شفنا. وبعد الاحتفال بقى بياخدوا مايك وماركوس سوا وبتجيلهم حاليا بنت كده اسمها ريتا بتسلم عليهم. بنعرف ان ريتا دي شرطيه مخضرمه وحاليا بتقود فريق كده اسمه فريق امو، والفريق ده شغال مع اداره مكافحه المخدرات. ده غير ان بنعرف برضو ان ريتا كانت هي ومايك بيحبوا بعض، بس كعاده مايك ما كملش معاها. حاليا بقى ريتا سلمت عليهم ومشيت. بعد كده اتكلموا ماركوس ومايك وعرف ماركوس مايك انه قرر يتقاعد. فبيزعل مايك وبيعرف ماركوس انه ليه يعمل كده مع انه لسه بصحته ويقدر يكمل في الشرطه، لكن ماركوس عرفه انه خلاص كبر ومش هيكمل انه مش حمل اي حاجه تاني. فبيفضل مايك يفكر وبيعرف ماركوس انهم دلوقتي هيعملوا سباق سوا، لو ماركوس فاز يتقاعد ولو خسر هيكمل شغل مع مايك غصب عنه في الشرطه عادي خالص. فبيوافق ماركوس وبينزلوا دلوقتي هو ومايك يتسابقوا، وفي اللحظه دي بقى بتحصل حاجه غير متوقعه. فجاه بيجي شخص راكب موتوسيكل ومش باين اي حاجه من وشه بسبب الخوذه اللي لابسها، وبيطلع الشخص ده سلاحه وبيفضل يضرب في مايك. فللاسف بيقع مايك سايح في دمه والقاتل ده بيهرب من المكان فورا. طبعا بيتنقل مايك للمستشفى وبيكون مريض جدا وبيكونوا الكل زعلانين عليه جدا، خصوصا ماركوس صديق عمره اللي طول ما مايك في المستشفى ما سابوش ولو للحظه واحده. من الناحيه الثانيه بنشوف ان القاتل ده بيروح بيته فبنكتشف انه ارماندو.
حاليا بقى ام ارماندو ايزابيل اتصلت بيه وهزقته لانه قتل مايك اول واحد، وهزقته دلوقتي لانها عاوزه مايك يموت اخر واحد خالص في القائمه. بتطلب ايزابيل من ارماندو يقتل اي حد اتورط في حبس ابوه الاول ما عدا مايك يبقى هو الاخير. بيوافق ارماندو وبيقرر يعمل كده، وبدا بقى ارماندو يقتل في كل اللي تسببوا في حبس ابوه فعلا، واول حد بيقتله هو المدعي العام اللي كان ماسك قضيه ابو ارماندو. وبعدها بيقتل ارماندو شخص كده اسمه جاك واللي بقى دكتور برضه كان شغال في قضيه ابو ارماندو. واخيرا بيقتل ارماندو القاضي اللي حكم على ابوه بالسجن، وبكده بيتبقى بس مايك. بيعدي على كل ده بقى 6 شهور وبنكون حاليا في فرح بنت ماركوس، لان العلم يا صديقي يعني هي كانت للاسف مخلفه بس ما كانتش اتجوزت لسه بشكل رسمي، يعني حرام يعني. المهم ان مايك بيكون في الفرح ده وبيكون استعاد صحته، وبيستغل دلوقتي مايك الفرصه وبيتكلم مع هاورد رئيسه في الشغل وبيطلب منه انه يرجع الشغل ويمسك القضيه ويعرف مين اللي حاول يقتله. لكن هاورد بيرفض وبيعرف مايك ان ريتا وفريق ايمو ماسكين القضيه بنفسهم واحرزوا فيها تقدم كبير لانهم عرفوا نوع الرصاص اللي مايك اتضرب بيه، وحاليا بيحاولوا يعرفوا مين التاجر اللي بيبيع الرصاص ده، وبالتالي لما يوصلوا له هيعرفوا بقى الرصاص لمين بالظبط عشان يقتل مايك. وقتها مش بيقتنع مايك بكل ده وبيشوف انه لازم يمسك القضيه بنفسه هو وماركس ويقدروا وقتها يحلوها بكل سهوله. لكن هاورد برضه بيرفض وبيعرف مايك ان ماركس اصلا قرر يتقاعد. فبيتصدم مايك وبيروح لماركس وبيطلب منه انه ما يتقاعدش لحد ما يعرفوا مين حاول يقتله، بس ماركس بيرفض لانه عاوز يعيش مع عيلته في امان اللي متبقي له من عمره في هدوء. بيتفهم مايك رايه وبيسيبه وبيمشي. بعد بيروح مايك لشخص كده اسمه ماني واللي بقى تاجر سلاح سابق، وبيفضل دلوقتي مايك يضرب ماني ويساله مين بيبيع الرصاص اللي اتضرب بيه ده، فبيعرفوا ماني انه شخص كده اسمه بوكر. وبكده بيكون مايك عارف اللي هو عاوزه، فبيروح مايك لهاورد وبيعرفوا ان التاجر اللي بيبيع الرصاص هو بوكر. وقتها بيفرح هاورد وبيقرر انه يرجع مايك يشتغل على القضيه من تاني لانه هيقدر يحرز فيها تقدم كبير وبسرعه. وبالتالي بياخد هاورد مايك وبيروح دلوقتي لمقر فرقه ايمو وبيقابلوا ريتا وفريقها، وبيعرف هاورد ريتا ان مايك من هنا ورايح هيشتغل معاه، فتعترض ريتا لان ده خطر على مايك، بس مايك بيصر يشتغل معاهم فبتوافق ريتا وخلاص. وعلى طول بتروح ريتا ومايك وباقي الفرقه بتاعت ايمو لمقر بوكر وبيبداوا بقى يراقبوا بوكر من بعيد لبعيد. في الوقت ده بيلاقوا ان بوكر بيبيع الرصاص لعصابه كده، والفكره بقى ان مايك بياخد باله ان العصابه دي مش معاها فلوس، وبالتالي بيعرف انهم هيقتلوا بوكر ويسرقوا الرصاص ده، ومايك طبعا مش عاوز كده فبيقرر يتدخل. بياخد مايك واحده من فرقه ايمو اسمها كيلي وبيدخل دلوقتي هو وكيلي مقر بوكر، وبيبدا مايك وكيلي يضربوا في الكل. ده غير ان العصابه اللي كانت بتشتري الرصاص بيفضلوا يضربوا في رجاله بوكر، وبوكر ورجالته يضربوا فيهم والدنيا بتخرب خالص. وسط كل ده بيقدر مايك يوصل لبوكر نفسه وبيقرر انه هينقذه، بس للاسف بيفضل ضرب النار شغال على مايك وبوكر، وبيفضل مايك يقتل في العصابه بكل حرفيه. لكن المشكله ان وسط ده كله بيحصل انفجار ضخم في المكان، وبسببه بيتحدف بوكر لبعيد وبيقع على سيف كده بيدخل في بطنه وبيموت بوكر قبل ما يعرف مايك اي حاجه. طبعا بيكون مايك هيتجنن. في نفس الوقت ده بنشوف ان ماركس بتجيله مكالمه من مخبر اسمه كارفر. كارفر عرف ماركس ان الشخص اللي حاول يقتل مايك عاوز يقتله هو كمان لانه عارف انه مخبر. بيطلب كارفر من ماركس ده انه يجي ينقذه وهو هيعرفه مين اللي عاوز يقتل مايك، فيوافق ماركس وعلى طول بيتواصل مع مايك وبياخده دلوقتي ويروحوا ويشوفوا كارفر ده. لكن بمجرد وصولهم لبيت كارفر بيلاقوا كارفر بيترمي في الشارع ميت، وبيشوف مايك في الوقت ده ارماندو لان هو اللي قتل كارفر، فبسرعه بيجري مايك عليه وبيفضل يضربه، لكن ارماندو بيكون قوي جدا وبيقدر يضرب مايك وبيهرب. تاني يوم بيروح مايك يقابل هاورد في ملعب كده لان هاورد يعني كان قاعد يتفرج على بنته لانها بتلعب في الملعب ده. بعد ما بيخلصوا بيمشي مايك وهاورد سوا، وفي اللحظه دي بيشوف ان ارماندو في مكان قريب جدا وبيقنص على هاورد وبيضربه طلقه فبيقع سايح في دمه. وبنعرف ان ارماندو قتل هاورد دلوقتي لانه برضه كان سبب في موت ابوه. المهم يعني ان تاني يوم بتعمل جنازه لهاورد وبيكونوا الكل زعلانين جدا عليه، خصوصا مايك وماركس لانه كان قائدهم من زمان جدا وكمان كانوا بيعزوه. بس في نفس اليوم ده بتاع العزاء بالليل بيجي ماركس لمايك وبيعرفوا انه هيشتغل معاه على القضيه دي مهما كلفهم الامر عشان يجيبوا حق هاورد على الاقل. فيفرح مايك وبيقرروا يرجعوا يشتغلوا تاني مع بعض زي الثنائي بتاعهم من زمان. تاني يوم بيروح مايك وماركس لمحاسب كده، المفروض يعني ان المحاسب ده يبقى محاسب بوكر، وبيثبتوا دلوقتي مايك وماركس المحاسب ده، لكنه بيكون قوي وبيفضل يضرب في ماركس فبيتعصب مايك وبيكون هيقتله. لكن هنا بقى بتيجي ريتا وباقي فرقتها وبيوقفوا مايك وبيقبضوا على المحاسب. بعدها بيتجمع مايك وماركس وريتا وفريقها في المقر هنا بتاع ريتا، وبنعرف هنا انهم عرفوا من المحاسب ان في شخص اشترى الرصاص من بوكر عشان يعني يقتل بيه مايك، والشخص ده هو لو واللي بقى مساعد ارماندو. وقتها بيعملوا كل شغلهم وبيعرفوا ان لو ده هيكون سهران النهارده في حانه كده احتفل فيها بعيد ميلاده، وبالتالي في نفس اليوم ده بالليل بيروحوا مايك وماركس وريتا والكل الكازينو او الحانه دي يعني بحيث يقبضوا على لو، وبيقدروا يثبتوا لو فعلا لكنه للاسف بيقدر يهرب منهم. فعلى طول بيفضل مايك وماركس يجروا وراه لحد ما بيلاقوه راح عند طياره كده فيها لو وبيحاول يطلع الطياره دي، فبيحاول مايك يعني يطلع وراه، وفي اللحظه دي بيفضل ارماندو يقول له لو يسيب الطياره وينط، لكن لو بيرفض. فبدون تفاهم بيضربوا ارماندو طلقه كده بتخلص عليه،
بعدها بيكون ارماندو هيقتل مايك، وقبل ما يقتله بيقول له جمله كده معينه بالاسباني، وبيستغرب مايك اول ما يسمعها. وبيخلص ارماندو كلامه وبيكون هيقتل مايك، فبسرعه بينط مايك في الميه ومش بيحصل له حاجه. بعد ما خلصت الليله بقى يا صديقي، بيرجع مايك على المقر بتاع فرقه ايمو، وهناك بيطلب من واحد من الفرقه هاكر كده انه يخترق له موبايل لو عشان خاطر يتاكد من حاجه. فبيخترق له الراجل ده موبايل لو، وهنا بقى بيقدر مايك يعرف ان الرئيس لو في الشغل هو ارماندو، وان ارماندو يبقى ابن ايزابيل. وبمجرد ما بيعرف مايك كده بيتجنن حرفيا. على طول بياخد مايك ماركس على انفراد وبيبدا بقى يحكي له. بنعرف هنا يا صديقي ان الكلمه اللي قالها ارماندو لمايك قبل ما ينط من الطياره كانت كلمه دايما بيقولوها مايك وايزابيل لبعض، واصلا لما سمعها مايك اتاكد ان ارماندو ابن ايزابيل. لكن ثانيه واحده، هو ايه علاقه بقى مايك بايزابيل؟ بنعرف بقى ان مايك اول ما اتخرج من اكاديميه الشرطه هاورد بعته لعصابه ايزابيل وجوزها، وزرع مايك بقى وسطهم بحيث يعني ينقلوا اخبارهم اول باول. لكن المشكله ان مايك حب ايزابيل جدا جدا، وقرر انه هيهرب هو وهي من العصابه. بس بعد فتره عرف مايك ان ايزابيل ساحره، فبالتالي قرر ما يهربش معاها وهرب لوحده وسلم كمان جوزها للشرطه. بعد كده ايزابيل نفسها اتحبست. ولحد هنا تمام التمام. اللي مش تمام بقى ان مايك بيعرف دلوقتي ماركس ان جوز ايزابيل ما كانش بيخلف، وبالتالي ايزابيل اكيد كانت حامل من مايك في الحرام طبعا. وبالتالي يعني من الاخر كده ارماندو يبقى ابن مايك. وقتها بيتصدم ماركس من كل اللي بيسمعه ده ومش بيصدق نفسه، وبيسال مايك هتعمل ايه. فبيعرفوا مايك انه هيروح دلوقتي يواجه ايزابيل وارماندو، ولكن لوحده. تاني يوم بنشوف ان مايك بيركب طياره وبينطلق للمكسيك بحيث يقابل ايزابيل وارماندو. لكن مايك بيتفاجئ ان ماركس هو كمان بيركب الطياره لانه قرر يروح معاه وما يسيبش صاحبه لوحده. بعد شويه بيوصلوا كل المكسيك، وهم بيوصلوا هناك بيروحوا عند الناس كده معرفه تبع مايك، وبياخدوا منهم اسلحه وما الى ذلك عشان المواجهه مع ارماندو وايزابيل. وحاليا بقى بتوصل كمان ريتا وفرقتها لانهم قرروا برضو ما يسيبوش مايك، وبيقعدوا بقى الكل يحطوا الخطه اللي هينفذوها مع ايزابيل وارماندو. تاني يوم بنشوف ان مايك بيروح لفندق كده مهجور بتاع ايزابيل بحيث يقابلها هناك، وبنشوف ان ماركس كان في مكان قريب للفندق بيراقب الاوضاع من بعيد لبعيد. في نفس الوقت ريتا وباقي اللي معاها كانوا في عربيه كده وبيراقبوا برضو الاوضاع. المهم بيدخل مايك للفندق وبيقابل ايزابيل، وقبل ما يتكلموا في اي حاجه بيوصل لمكان ارماندو وهو مثبت ماركس دلوقتي. وفوق كل ده بقى بيوصلوا رجاله ارماندو للمكان وبيكونوا هيقتلوا مايك وماركس. بس لحسن الحظ بيوصلوا للمكان برضو ريتا ورجالتها، وبيفضلوا الكل يتعاركوا مع عصابه ارماندو في معركه من اقوى ما تكون. اما مايك وماركس فبيحاولوا يوصلوا لايزابيل وارماندو لكنهم بياخدوا طياره عشان يهربوا. بس ماركس بيفضل يضرب على الطياره دي وبيقدر يسيب الطياره، فبالتالي الطياره بتقع في الفندق وبتبدا تتحرق. لكن ايزابيل مش بيحصل لها حاجه، وبتيجي لمايك وماركس وبتعمل نفسها بتسلم نفسها. بس في اللحظه دي بيكون ارماندو كمان عايش وبيسحب مايك وبيفضل يتعارك معاه. وبتفضل بقى ايزابيل تتعارك مع ماركس وبتقدر تصيبه كتير جدا، بس بيقدر ماركس يضربها وبيبعدها عنه. في الوقت ده بقى كان مايك وارماندو مكسرين بعض حرفيا، وبيقدر مايك انه يثبت ارماندو وبيفضل يخنقه وبيكون هيقتله، لكن بيرجع على كلامه في اخر لحظه ومش بيعمل له حاجه، وبيعرفوا في اللحظه دي انه ابوه ومش هيقتله. طبعا مش بيصدق ارماندو الكلام ده وبيفضل يضرب في مايك، وبيجي في الوقت ده ماركس فبيضربه ارماندو هو كمان. وبتيجي بقى ايزابيل وبتأمر ارماندو يقتل مايك، لكن ارماندو مش بيهتم وبيسالها ده مين، وبتعرفوا انه فعلا للاسف ابوه. فبتصدم ارماندو صدمه عمره وبيقرر انه مش هيقتل مايك. لكن ايزابيل مش بتسكت وبتقرر تقتل مايك وبتضرب عليه طلقه، بس ارماندو بيقف قدامها وبياخد الطلقه مكانه. في اللحظه دي بتوصل ريتا وبتضرب ايزابيل بالنار وبنخلص منها اخيرا ومن قرفها. بعد كده بقى وبسبب النار اللي في المكان ده بيكون ماركس هيقع ويتحرق، لكن مايك بيمسكه وبيبدا يسحبه وبيفوق ارماندو هو كمان وبيجي يساعد مايك، وبيكون مايك فرحان جدا ان ابنه بيساعده. وبس بياخد مايك ارماندو ابنه بيخرج من المكان، واخيرا كل خطر بينتهي. بعد كده بيرجعوا لكل امريكا، وبنشوف الكل حاليا بيحتفلوا بريتا لانها اترقت. وبعد الحفله دي بيروح مايك السجن وبيكون فيه ابنه ارماندو، فبيتكلم مايك مع ارماندو وبيعرفوا انه ياما غلط في حاجات كتير فكان لازم يتسجن. لكن مايك بيوعده دلوقتي انه قريب جدا هيخرج وهيعيشه الحياه اللي ما عاشهاش مع ابوه. بيفرح ارماندو وبيوافق على كلامه. بتعدي بقى يا صديقي فتره كبيره فعلا على كل ده، وبنشوف حاليا ماركس ومايك كالعاده في العربيه وبيجروا بيها زي المجانين. وبنعرف دلوقتي انهم حرفيا رايحين على فرح مايك انه خلاص قرر يتجوز. المهم وهم في الطريق بيعدوا على ماركت كده، فبينزل ماركس يشتري حاجه، بس اثناء ما ماركس بيشتري بيدخل عليه حرامي وبيثبته هو والبياع اللي في الماركت بحيث يعني يسرقهم. لكن الحرامي ده مش بيقدر يعمل كده لان حاليا مايك بيدخل المحل وبسرعه بيضرب ماركس الحرامي، بعدها بيضربوا مايك طلقه في رجله فبيقع مصاب. وبكل شياكه بيسيبوا المكان وبيمشوا وبيروحوا بقى على الفرح. وبنكتشف هنا ان مايك هيتجوز واحده اسمها كريستين، ودي تبقى المعالجه بتاعت مايك اصلا. المهم في الفرح بقى بيقف ماركس يقول كلمتين كده في حق صديق عمره مايك، بعدها بيفضلوا ماركس ومايك والكل يرقصوا ويحتفلوا طول اليوم. لكن فجاه بيتعب ماركس وبيقع مغمى عليه وبيتنقل للمستشفى وبيكون تعبان جدا وشبه بيموت. وبيحلم دلوقتي بالقائد بتاعه هاورد لو تفتكروا، وبيقول هاورد لماركس ان يومه لسه ما جاش وانه مش هيموت دلوقتي. وهو بيخلص الحلم
وبيفوق ماركس اخيرا وبيكون كويس جدا، وبيكون كمان عنده نشاط اكتر من الاول وفرحه بشكل مش طبيعي. بس بيخرجوا مايك وماركس من المستشفى وبيرجع ماركس بيته وبيكون مبسوط جدا. على الناحيه التانيه بقى بنشوف رئيس عصابه اسمه ماكريس. ماكريس ده حاليا راح هو ورجالته لشخص كده المفروض يعني انه محاسب بيشتغل مع العصابه. ماكريس بقى طلب من المحاسب ده انه ينقل لحسابه فلوس كتير جدا، لكن بشرط الفلوس دي يعمل انها اتنقلت من حساب القائد هاورد لحسابه. الماكريس عاوز يشوف صورة هاورد حتى بعد ما مات، وهنفهم ليه طبعا بس قدام. المهم ان المحاسب بيرفض، لكن ماكريس مش بيهتم وبيخلص على مساعد المحاسب، فبيترعب المحاسب وبينقل الفلوس لماكريس. بعد كده بيقتل ماكريس المحاسب، بياخد ماكريس رجالته وبيمشي اكنه ما عملش اي حاجه. تاني يوم بيشوف مايك الاخبار بتتكلم عن ان الشرطه لقيت جثه المحاسب، ولما فتشوا الكمبيوتر بتاعه عرفوا انه فاسد وانه كان بيشتغل مع العصابه. ومش بس كده، لا ده الاخبار كمان بتقول ان المحاسب ده كان شغال مع هاورد وبيديله فلوس كتير جدا عشان يتعاون مع العصابات. والاخبار بتقول برضه ان دايره شرطه ميامي واضح كده ان كلها ظباط فاسدين، لان حتى قائدهم هاورد كان فاسد. طبعا بيتجنن مايك جدا لما بيشوف كل ده، وعلى طول بياخد ماركس وبيروحوا سوا لاداره مكافحه المخدرات، ويقابلوا هناك ريتا. وبيكون مع ريتا حاليا جوزها السيد لوك، واللي بقى شخص كده بمنصب مهم جدا وشغال معاهم هنا في الاداره. وبيكون كمان موجود مستر بيرك، واللي يبقى قائد في القوات الفيدراليه، وجاي بحيث يعني يشوف قضيه الفساد اللي في الدايره هنا ويفهم ايه اللي بيحصل. المهم يعني ان مايك وماركس بيتخانقوا مع الكل انهم اتهموا هاورد بالفساد، وبيعرفوهم دلوقتي انهم هيثبتوا براءة هاورد وقريب جدا. بس ده كله بقى بتوصل لمكان جودي، ودي بقى بنت هاورد، وبتتخانق مع الكل طبعا لانهم سووا سمعه ابوها هاورد. وبتتخانق كمان جودي مع مايك لان ابنه هو اللي قتل هاورد اصلا. وقتها مش بيعرف مايك يقول اي حاجه، فبيسيب المكان وبيمشي. بعدها بقى بيروح مايك وماركس للسجن وبيقابلوا ارماندو، وبيكونوا جايين دلوقتي لارماندو مخصوص بحيث يسالوا عن هاورد، لان طبعا يعني ارماندو كان رئيس عصابه واكيد هيبقى عارف لو هاورد فاسد او حاجه زي كده. المهم ان ارماندو بيعرف الكل ان هاورد مش فاسد، وان هاورد كان بيحاول يوقع العصابات دايما، عشان كده في شخص امريكي طلب من ارماندو يقتل هاورد. وبيكون ارماندو قصده هنا على ماكريس، لكنه بيكون ما يعرفش حتى اسمه لان امه ايزابيل هي اللي كانت بتتعامل مع الراجل ده على طول. فبالتالي مش بيقدر ارماندو يعرفهم مين بالظبط اللي ورا اللي بيحصل مع هاورد ده وتسويق سمعته بعد ما مات. عامة بيرتاح مايك دلوقتي وماركس لما اتاكدوا ان هاورد مش فاسد، وبيسيبوا المكان وبيمشوا في الاثناء دي. ولكن في مكان تاني بنشوف ماكريس مع عصابته، وبتكون في بنت كده من العصابه بتاعته هاكر كده. الهاكر دي عرفت ماكريس انها ما قدرتش تخترق اي جهاز من اجهزه هاورد الالكترونيه بحيث تعرف اي معلومه معينه يعرفها هاورد عن ماكريس وتمحيها. لكن الهاكر دي عرفت ماكريس انها قدرت تخترق تليفون هاورد وما لقيتش عليه معلومات مهمه قوي، بس لقيت حاجه غريبه، وهي ان في حد غريب بعت الرساله من موبايل هاورد لشخصين وهم ظباط كانوا شغالين مع هاورد، واللي هم مايك وماركس. وقتها بيستغرب ماكريس وبيمر دلوقتي رجالته يراقبوا مايك وماركس دول دايما. مايك وماركس بقى يا صديقي دلوقتي بيكون وصل لهم رساله فعلا من موبايل هاورد، والرساله دي كان ليها فيديو لهاورد بيقول لهم فيها انهم لو بيشوفوا الفيديو ده فمعناه انه مات. ويطلب منهم هاورد انهم يروحوا لفليتشر الهاكر لو تفتكروا، وهو هيديهم معلومات مهمه جدا جدا. من غير تضييع وقت بيروحوا مايك وماركس للنادي الليلي بتاع فليتشر، وبيسالوا فليتشر على المعلومات اللي هاورد اداها له عشان يعني اداها لهم. فبيعرفهم فليتشر انه هيجيب لهم المعلومات دي، لكن قبل ما يعمل فليتشر اي حاجه بنشوف ان ماكريس بيظهر في المكان وبيضربوا طلقه وتعيش انت. وبيهرب طبعا ماكريس من المكان وبيظهروا رجالته ويفضلوا يضربوا نار على مايك وماركس. يفضلوا مايك وماركس يضربوا عليهم نار، فبسرعه بيهربوا رجاله ماكريس ووراهم برضه مايك وماركس، ويفضلوا بقى يجروا وراهم لكن مش بيقدروا يمسكوا حد فيهم. وبسبب الجري ده كله بيتعب مايك، فبيجيبوا له دكتور كده، واللي بيعرفوا انه تعبان شويه بسبب تاثير سنه وكده يعني. وده بيضايق مايك جدا جدا، بس بيحط في باله. وبتوصل لمكان ريتا وفرقتها فرقه ايمو بحيث يعني يراجعوا مسرح الجريمه دي يمكن يلاقوا اي حاجه تفيدهم. فلما بيشتغلوا كويس وبيبحثوا في النادي بتاع فليتشر بيكتشفوا ان فليتشر كان حاطط باركود كده في المكان في النادي، فبيستغربوا وبيدخلوا على الباركود ده، فبيوصلهم لفيديو. الفيديو ده بقى بيظهر فيه هاورد برضه وهو بيتكلم، وبيقول هاورد انه اكتشف من زمان جدا ان في ناس فاسدين شغالين معاهم في الاداره، وفي نفس الوقت برضه شغالين مع العصابات، وعشان كده طاردهم وجمع المعلومات عن الناس الفاسدين دول. وبيعرف ماركس برضه ومايك انه مش هيقدر يقول مكان الملفات دي عشان ممكن الفيديو ما يوصل لهمش هم ويكون تعبه كله راح على الفاضي. لكنه بيطلب من ماركس ومايك انهم يدوروا على الملفات دي ويعرفوا مين الفاسد في الاداره وبيشتغلوا مع العصابات. طبعا بيتفاجئوا ماركس ومايك من كل الكلام ده، وبيقرروا يبحثوا عن الملفات دي كويس جدا لانها مهمه. على الجانب الاخر بنشوف ان ارماندو كان في السجن، وفجاه بيلاقي مجموعه من المساجين جايين عليه، فبيعرف ارماندو على طول انهم عايزين يخلصوا عليه. بسرعه بيبدا ارماندو بكل مهاره يتعارك معاهم، وبيفضل بقى يضرب فيهم يمين وشمال بدون رحمه لحد ما بيقدر يتغلب عليهم كلهم. بعد كده بيجوا الظباط وبيسيطروا على كل حاجه. بعد اللي حصل ده بيروح مايك لعند لوك وريتا، وبيعرفهم ان ابنه كان هيتقتل في السجن، وبيعرفهم دلوقتي ان اكيد ابنه كان هيتقتل بسبب انه يعرف الشخص الفاسد اللي عاوز يورط هاورد.
وبالتالي لازم ينقلوا ارماندو لهنا بحيث يعني يكون بامان وما يتاذيش. وقتها بيفكر لوك وبيعرف مايك انه يسمح له ينقل ابنه لميامي هنا بحيث يكون في امان ولكن تحت مسؤوليته. فيفرح مايك وبيشكر لوك. تاني يوم بقى بنشوف ان مايك بتجيلهم مكالمه من رون وده واحد من طاقم فرقه ايمو. المهم يعني ان ايرون بيعرف مايك انه وصل للملفات السريه بتاعت هاورد، فبيفرح مايك وبيعرفه انه هينقل ابنه من السجن وهيجيله. بعدها بنشوف ان مايك وماركس بيروحوا مع قوه من الشرطه لسجن ارماندو وبياخدوا ارماندو في طياره بحيث ينقلوه من هنا لسجن في ميامي. وللعلم يا صديقي بيكون ارماندو وهو في الطياره هنا في قفص حديدي عشان ما يهربش باي شكل. الفكره بقى ان بنشوف في الوقت ده ماكريس وواحد من رجالته في الطياره في غرفه القياده، وحاليا بقى بيخلوا الطيار يتواصل مع القوات ويعرفهم ان مايك وماركس هجموا عليه هو والحراس عشان خاطر يعني يهربوا ابنهم. لما بيخلص الطيار بقى تسجيل الرساله الزباله دي بيذبحوا ماكريس. بعدها بيلبس ماكريس واللي معاه ماسك كده بحيث يعني محدش يعرف هويتهم، وبيخرجوا للطياره وبيقتلوا الحراس اللي مع ماركس ومايك وارماندو، وبيكونوا دلوقتي هيهربوا من الطياره. فبسرعه بيبدا مايك وماركس يتعاركوا معاهم لكنهم برضه بيقدروا ينطوا من الطياره وبيهربوا. اما مايك وماركس بيكونوا لسه في الطياره وبتكون الطياره هتقع، ده غير ان القفص اللي فيه ارماندو بيكون هيقع. بس بسرعه مايك وماركس بيمسكوا القفص ده وبيجيبوا المفاتيح بتاعته وبيحرروا ارماندو. بعدها بيحاولوا يسوقوا الطياره ويهبطوا بيها في مكان امان، وفعلا بيهبطوا بيها في بحيره كده. بيخرجوا بقى من البحيره دي وبيكونوا بخير وبيكملوا بقى هروبهم. على الناحيه الثانيه بنشوف ان كل الاخبار بتتكلم عن ان ماركس ومايك قتلوا الطيار والظباط وهربوا ارماندو، ويعني كل حاليا بيشوفوا انهم مجرمين. وبنشوف ان جود دلوقتي بتوصل للمكان اللي اختفوا فيه وبتكون متغاظه جدا ان مايك هرب ابنه اللي قتل هاورد ابوها. فبتعرف جودي دلوقتي الكل ان ماركس ومايك وارماندو خطيرين جدا ولازم يوصلوا لهم في اسرع وقت. على الناحيه الثانيه بنشوف ان ماكريس بيرجع للمقر بتاعه وبيعرف ان مايك وماركس وارماندو ما ماتوش، فبيتجنن وبيأمر رجالته انهم يعملوا جايزه بقيمه 5 مليون دولار لاي عصابه تقدر توصل لهم. فبيعملوا رجالته الجايزه دي فعلا. وفي الوقت ده بيروح ماركس ومايك وارماندو لمكان كده وبيسرقوا منه لبس بدل لبسهم يعني المبهدل. بس يعني بيجوا اصحاب المكان وبيثبتوهم وبيكونوا هيخلصوا عليهم لانهم سرقوا لبسهم. بس بسرعه يعني بيقدر ارماندو يوصل للعربيه وبياخد ماركس ومايك وبيهربوا. بعد كده بيروحوا لكل نادي ليلي كده بتاع ست اسمها بيث، واللي تبقى صديقه مايك من زمان جدا. حاليا بيطلب مايك منها انها توفر لهم مكان يعيشوا فيه الليله وتوفر لهم كمان سلاح، لكن بيس مش بتوافق. وفوق كل ده بقى بتثبتهم وبتيجي عصابه تبع بيس وبتاخد دلوقتي مايك وماركس وارماندو بحيث يسلموهم لماكريس وياخدوا ال5 مليون دولار. بس العصابه قبل ما تروح لاي حته بيلاقوا بيحصل عليهم هجوم من عصابه تانية بقياده ماني لو تفتكروا، وبيكون ماني عاوز برضه ياخدهم ويسلمهم هو لماكريس وياخد الجايزه. بيفضل بقى ماني ورجالته يتعاركوا مع العصابه التانية وبيخلصوا عليهم. بعد كده بيكونوا هيخطفوا ماركس ومايك وارماندو، لكنهم بسرعه بيركبوا في عربيه كده وبيخبطوا ماني وبيهربوا. وبيفضلوا بقى العصابه يضربوا على عربيتهم مولوتوف وبتكون العربيه بتولع حرفيا، لكنهم برضه بيفضلوا يهربوا بيها. ووسط كل ده بتظهر جودي وقوه من الشرطه، واول ما بتشوف جودي ارماندو بتضرب عليه نار زي المجنونه، لكنها مش بتقدر تسيبه وبيقدروا يهربوا من جودي واللي معاه. بعدها بينطوا من العربيه وبيكونوا بخير. وبس يا سيدي بيروحوا دلوقتي الثلاثه لبيت رون اللي قلت لك من فرقه ايمو، وبيكون معاه رون حاليا كيلي لو تفتكرها لان هم مخطوبين اصلا. والمهم يعني ان رون بيعرف الكل حاليا انه معاه كل الملفات السريه بتاعت هاورد. فبيفضلوا بقى يقلبوا في الملفات دي لحد ما بالصدفه بيلاقي ارماندو صوره لماكريس، وبيقدر دلوقتي ارماندو يتعرف عليه وبيعرف الكل ان ده هو اللي كان عاوز يقتل هاورد. وقتها بيبحثوا الكل عن ماكريس ده، فبيعرفوا انه ضابط سابق في الجيش وانه كان بيخدم في المكسيك. وفي فتره ما كده في عصابه خطفته هو وكل الضباط اللي معاه، كل الضباط اتقتلوا ما عدا هو. ومن هنا فهم بقى هاورد ان ماكريس ده بيشتغل مع العصابات، فبالتالي بدا يطارده من وقتها. المهم بعد ما عرف مايك كل ده اتواصل مع ريتا وعرفها انه معاه معلومات عن الشخص اللي قتل هاورد، ويقدر بقى يبرئ هاورد تماما ويعرفها انه في اقرب وقت هيجي لها وهيعرفها كل حاجه. وبيكون مع ريتا حاليا جوزها لوك واللي بيعرف كل اللي حصل، فبيبدا يتوتر وهنفهم هو اتوتر ليه قدام. على الناحيه الثانيه بقى بيعرف ماكريس ان ملفات هاورد وصلت لمايك واللي معاه، فبتجنن. وحقيقه يعني احنا لسه ما نعرفش مين عرف المعلومات دي لماكريس، ولكن هنعرف قدام. في المجمل يعني قرر ماكريس دلوقتي هو ورجالته يروحوا يخطفوا عيله مايك وعيله ماركس بحيث يعني يجبروهم يدوا له الملفات دي ومحدش يعرف حقيقته ابدا. بمناسبه بقى عيله مايك وماركس، فبنشوف حاليا ان الكل بيراقبوهم من عند ارماندو بحيث يعني يطمنوا عليهم دايما، لكنهم بيلاقوا حاليا الكل ان رجاله ماكريس بيوصلوا لبيت عائله ماركس. فبسرعه بيتواصل ماركس مع ريجي جوز بنته وبيعرفوا ان في عصابه جايه تخطفهم. فبيجيب دلوقتي ريجي مسدسه، وبمجرد ما بيدخلوا رجاله ماكريس عينك ما تشوف الا النور، بيفضل ريجي يضرب فيهم بجنان وبيقدر بكل مهاره يخلص عليهم كلهم وبيكونوا الكل بامان. المشكله بقى يا صديقي بتكون في كريستين مرات مايك، واللي بيحاول دلوقتي مايك يتواصل معاها لكنها مش بترد عليه. بنشوف ان كريستين حاليا كانت قاعده في بيتها ومعاها كالي واللي تبقى حفيده هاورد. وبالصدفه بتسمع كريستين موبايلها بترد على مايك وبيامرها مايك تهرب من البيت، فبتكون هتهرب فعلا بس مش بتلحق لان فجاه بيوصل ماكريس ورجالته وبيخطفوها هي وكالي.
بعدها بيتواصل كريس مع مايك وبيأمره يجيب له كل الملفات اللي عنده ويسلمها لأرماندو لأنه يعرف حقيقته بالكامل، وساعتها هياخد كريستين وكالي والكل هيطلعوا كسبانين. وبيطلب كريس من مايك يفكر ويرد عليه وبيقفل معاه. وقتها بيكون مايك هيتجنن وبيبدأ يشك إن في حد من الإدارة بيشتغل مع كريس. يفضلوا بقى مايك وماركس يفكروا مين ممكن يكون الخاين لحد ما بيدركوا إنهم ما قالوش لأي حد أي معلومات غير ريتا. وطبعا هما مش بيشكوا في ريتا بل بيشكوا في جوزها لوك انه يكون متعاون مع كريس، فبيتصلوا بريتا وبيبلغوها بالمعلومات دي. فطبعا بتتصدم لكن بكل هدوء بتعرف لوك انها تنزل تقابل مايك. بيسالها لوك فين، فريتا بتقول له لسه معرفش. فبيستغرب لوك وبيقرر يروح مع ريتا. وهنا بقى بتتاكد ريتا ان فعلا جوزها لوك يبقى بيشتغل مع كريس. المهم وهم نازلين في الاسانسير بيطلع لوك موبايله بحيث يعني يتواصل مع كريس ونقول له المعلومات الجديده. فبتهجم عليه ريتا وبيفهم لوك كده انها كشفته، فبيبدا يضربها وهي تضربه لحد ما بيوصلوا عندهم رون وكيلي وبيثبتوا لوك وبيقبضوا عليه. بعدها بيروحوا بلوك للمكان اللي فيه الكل وبيربطوه. وبتروح ريتا دلوقتي تتكلم مع لوك وبتساله هو ليه بيتعاون مع واحد زي كريس. فبيعرفها لوك انه من زمان جدا هو كريس بيتعاونوا مع عصابات المخدرات التانيين بحيث يدخلوا هما المخدرات البلد، وفي المقابل العصابات دي تساعدهم في القبض على الارهابيين. طبعا مش بتقتنع ريتا بالكلام ده كله وبتعرف لوك انه كذاب وانه كان بيعمل كل ده عشان هو كريس يكسبوا فلوس كتير جدا. بتسيب ريتا لوك دلوقتي وبتروح لمايك والباقيين، وبيكونوا كل حاليا عرفوا من لوك ان كريس ورجالته معاهم كريستين وكالي وموجودين في بحيره كده. ولعلم صديقي عند البحيره دي في تمساح خطير خليك فاكره كويس لقدام. المهم حاليا مايك والكل بيروحوا بقى عند البحيره دي وبدون مقدمات بيهجموا على كريس ورجالته، وحرفيا بتدور بينهم معركه من اقوى ما يكون، وبيفضلوا الكل يضربوا على بعض. وسط كله بيستغل لوك الفرصه وبياخد طياره كده بحيث يهرب من المكان، لكن ريتا بتضرب الطياره فبتقع بلوك وبيكون لوك لسه ما ماتش. بيجي دلوقتي رون يشوفه فبيضرب رون طلقه، لكن ريتا بتجيله وبتضربه وبترميه في البحيره. فبيجي التمساح اللي قلت لك عليه من شويه وبياكله وبنخلص منه ومن قرفه. في نفس الوقت ده بيقدر ارماندو يوصل لكالي وبينقذها، لكنه بيتفاجئ باتنين من رجاله كريس بيجوا بيتعاركوا معاه بسكاكين. بس ارماندو ولا بيفرق معاه وبيفضل يضرب فيهم ويحمي كالي وبيقدر يخلص عليهم هما الاثنين، وبياخد كالي وبيخرج من المكان بحيث يكونوا في امان. في نفس الوقت ده بيفضلوا مايك وماركس يطاردوا كريس اللي معاه كريستين ويدوروا عليه لحد ما بيقدر ماركس ان هو يوصل لماكريس، بس ماكريس بيثبته. بس بيجي برضه مايك فبيعرفوا ماكريس انه هيقتل مراته وصاحبه لو ما سابهمش دلوقتي يهربوا، لكن مايك مش بيهتم وبسرعه بيضرب ماركس طلقه في كتفه بحيث يعني يبعد عن ماكريس. وبكده بيقدر يشوف ماكريس فبيفضل يضربه بالنار، وفي النهايه بيضربه طلقه في دماغه وبيموت ماكريس اخيرا وبنرتاح منه. بعد ما الليله خلصت بتوصل جودي للمكان ومعاها قوه، وبتقدر جودي توصل لبنتها كالي وكمان للاخ ارماندو. بتكون جودي دلوقتي هتقتل ارماندو لقتله ابوها هاورد، بس كالي بتفضل تتحايل عليها ما تعملش كده لان ارماندو انقذها. وبيجي كمان مايك وبيفضل يتحايل على جودي تسيب ابنه عايش، فبتقرر جودي خلاص تسيبه وبتسمح له يهرب. فبيروح دلوقتي مايك لارماندو ابنه وبيديله جواز سفر مزور بحيث يهرب من البلد دي ويبدا حياه جديده في بلد جديده. ويودع مايك ارماندو بحب شديد وبيسيبه وبيمشي. وبس كل حاجه بتخلص ونشوف ان مايك وماركس بيرجعوا لعيلتهم وبيكونوا مبسوطين جدا ان كل حاجه رجعت لطبيعتها من تاني. ومع النهايه السعيده دي بتنتهي السلسله الممتعه جدا جدا دي، واللي اتمنى تكون عجبتكم. ويعني لو عجبتكم ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويعني اعمل لنا كومنت جميل كده وقول لنا في رايك في الفيديو ده، ولو حابب اي حاجه معينه نعملها قدام قولها برضه في الكومنتات. ولحد ما نتقابل في ملخص جديد ما اقدرش اقول غير بس كده، سلام.